النهارده جاي اكلمك عن افخم موبايل في الفئه المتوسطه، والموبايل اللي هنتكلم عليه النهارده هو ال A55 من سامسونج. والجهاز ده فخم جدا وهتعرف ليه كمان شويه، وفي الفيديو ده هقولك على مواصفات الجهاز وكل حاجه تخص الجهاز. والجهاز كمان هيكون متاح بشكل رسمي في مصر امتى، لانه حتى الان لسه منزلش مصر بشكل رسمي. كل تفاصيل الجهاز ومميزاته وعيوبه هقولك عنها في الفيديو ده، ولكن قبل ما نبدا بس تعمل لايك الفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نبتدي ولا نتكلم في اي حاجه، يا ريت ندعي لاخواتنا وربنا ينصرهم على عدوهم وعدونا، وان شاء الله النصر قريب جدا. مبدئيا كده في بدايه الفيديو في الانترو لقيتني بقول لك افخم جهاز في الفئه المتوسطه، وانا كنت اقصد كلمه افخم لان خامات الجهاز هنا والماتيريال اللي متصنع منها الجهاز خامات مش بتلاقيها اصلا في الفئه المتوسطه خالص. طبعا احنا متعودين دايما في الفئة المتوسطة بتكون الخامات من البلاستيك والفريم بيكون بلاستيكي، يا اما الظهر من الزجاج والفريم بلاستيكي، يا اما الفريم ألمونيوم والظهر بلاستيكي. صعب جدا تلاقي جهاز في الفئة المتوسطة بيقدم لك ظهر من الازاز وكمان فريم ألمونيوم، ولكن ال A54 بيقدم لك ظهر زجاجي وكمان فريم من الألمونيوم. وبصراحة اول ما تم الاعلان عن الجهاز ده وعرفت ان هو بيجي بظهر زجاجي وفريم من الألمونيوم، ما كنتش مصدق ان ممكن جهاز في الفئة المتوسطة يجي بالخامات دي. وكمان اللي بيكمل ان الخامات فخمة قوي وزن الجهاز، لان وزن الجهاز هنا 213 جرام، وده طبعا اللي بيعكس وزن الجهاز بعد ما بقى الفريم بتاعه من الالومنيوم وكمان الظهر من الزجاج، لان قبل كده في الاي 54 كان الظهر من البلاستيك والحواف من البلاستيك برضو، فكان الجهاز وزنه اخف من كده. ولكن وزن الجهاز تقل شويه بسبب الخامات الجديده اللي مستخدمه في الجهاز. وطبعا الالومنيوم والظهر الزجاجي دول ما بيستخدموش اصلا في اجهزه غير الاجهزه الفلاجشيب او الاجهزه الفلاجشيب كيلر او الاجهزه الفئه المتوسطه العليا. وكمان الجهاز بيجي مقاوم للمياه والغبار بمعيار IP67، يعني الجهاز فعلا مقاوم للمياه والغبار يعني بمعيار كويس جدا، معيار قوي جدا موجود في اجهزه فلاجشيب كتيره، وده اللي بيحقق لك انك تنزل بالجهاز لحد 1 متر لمده نص ساعه. ولكن انا ما انصحش حد انه ينزل بالموبايل بتاعه الميه ايا كان موبايله ايه. فبصراحه حتى الان انا الجهاز منبهر بيه بالتصميم بتاعه بالخامات بتاعته، لان كمان التصميم بقى فلات اكتر من السنه اللي فاتت، الفريم بقى فلات اكتر، شكل الجهاز بقى اشيك كتير. ولكن بقى في ميزه قويه جدا كمان موجوده في الجهاز ده، انه بيدعم الاي سيم. طبعا الاي سيم مش متاح عندنا في مصر ومش مدعوم لسه عندنا في مصر، ولكن لو انت معاك الجهاز ده وحبيت تسافر بره وتضيف شرائح الكترونيه تقدر تضيف لحد 10 شرائح الكترونيه على الموبايل بتاعك، فدي ميزه ممتازه جدا في ال A54 في ال A55. وزي ما احنا متعودين من سامسونج ان الابهار دايما ما بيكونش في التصميم، ومع ذلك عندنا ابهار كبير جدا في التصميم. والابهار مش هيقف لحد كده، لا هنلاقي كمان ابهار لما نيجي نتكلم عن الشاشه، لان الشاشه هنا بتيجي سوبر اموليد بتردد عالي 120 هرتز، وكمان بتدعم محتوى ال HDR10 بلس، ونسبه سطوع الشاشه بتوصل ل 1000 نيتس، ودي نسبة ممتازة وقوية جدا، لانك مش هتحس باي كسور في الشاشة، وانت في اشعة الشمس هتستخدم الجهاز عادي جدا مفيش اي مشكلة. حجم الشاشة 6.6 انش، وكثافة بكسلات الشاشة 390 بكسل لكل انش. مش افضل حاجة، ولكن 390 بكسل كافية إلى حد ما. أما بقى طبقة حماية الشاشة فبتيجي كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس، وكمان الشاشة هنا بتدعم الأولويز أون ديسبلاي. فبصراحة شاشة بالمواصفات دي أنا ما كنتش أتخيل إن أنا أشوفها في جهاز فئة متوسطة، ولكن دي موجودة أصلا من ساعة ال A54. في تحسينات شوية عن الالوان، ان الالوان ما بقتش فاقعه زياده عن اللزوم. انا بالنسبه لي دي تحسينات، في ناس ممكن ما تحبش كده، في ناس ممكن تحب ان الالوان تبقى فاقعه، لا انا احب ان الالوان تكون معتدله، ساتوريتد ولكن مش اوفر ساتوريتد. تجربه مشاهده الفيديوهات والمحتوى على الشاشه دي لا يقل اهميه عن اي جهاز فلاجشيب او اي جهاز فلاجشيب كيلر، لان زي ما قلت لك شاشه سوبر اموليد، الوانها حلوه جدا، شاشه نسبه سطوعها ممتازه، كثافه بكسلاتها مش افضل حاجه ولكن كثافه بكسلات معتدله. الشاشه بصراحه حلوه جدا، ومن الشاشات اللي تحب تتفرج على محتوى عليها بجد. انا يعني الشاشه دي او شاشات سامسونج عموما من احلى شاشات الموبايلات اللي بتفرج عليها على محتوى. فعلا شاشات سامسونج بتقدم تجربه
للمحتوى ملهاش مثيل بجد، من احلى الموبايلات اللي تتفرج عليها على محتوى. لما بقى نيجي نتكلم عن الاداء، ودي اكتر حاجه ممكن اتكلم فيها في الموبايل ده وفي موبايلات سامسونج عموما الفتره دي، احب اتكلم عن الاداء. اول حاجه لان دايما كان عندنا مشكله من ناحيه معالجات اكزينوس، وكان دايما عندنا تحفظات من ناحيه معالجات اكزينوس ان هي بتسخن وان ادائها اقل من اي معالج منافس ليه. ولكن الموضوع اختلف شويه من اول سلسله الاي 54، من اول موبايل الاي 54 بالنسبه لي الوضع اتحسن جدا، الاداء بقى مستقر اكتر، السخونيه بتاعت الاجهزه ما بقتش زي الاول، سخونيه المعالج ما بقتش زي اكزينوس زمان لما كنا بنسمع عنها حاجات رهيبه جدا. لا الوضع دلوقتي اتحسن جدا، وبالفعل المعالج هنا بيقدم تجربه مستقره، تجربه اعلى من ال 54 بحاجات بسيطه قوي قوي بالنسبه للسي بي يو. ولكن بالنسبه للجي بي يو، فالجي بي يو هنا مختلف عن اللي كان موجود في الاي 54، وبيقدم تجربه احلى شويه، حتى في الجرافيكس هتقدر تلعب على جرافيكس اعلى في الالعاب شويه من الاي 54. ده غير بقى ان الجهاز هنا بيجي 8 جيجا بايت رام وبيبدا مساحه 128. ده غير ان في نسخه منه اصلا 12 جيجا بايت رام وبمساحه 256، ولكن دي ما اظنش انها تنزل لنا اصلا في الوطن العربي. المهم زي ما قلت لك الاداء مستقر، وبيجي كمان مواجهه ال1 يو اي. ولكن اكتر حاجه بقى مبهره دلوقتي في اجهزه سامسونج موضوع التحديثات، لان انت هتاخد الجهاز ده طبعا في مصر هيبقى بحدود 19 ونص 20,000 جنيه. هتاخد جهاز بالسعر ده هيقعد معاك تحديثات 4 سنين اندرويد و5 سنين تحديثات امنيه. مفيش اي جهاز في الفئه المتوسطه في اي شركه من الشركات بيضمن لك تاخد 4 سنين تحديثات اندرويد. فلا بصراحة ده شيء قوي جدا في أجهزة سامسونج الفترة اللي فاتت، وأنا الحاجة دي بحترمها جدا في شركة سامسونج الفترة دي. نيجي بقى للكاميرات، هل في تحسن في الكاميرات ولا هي نفس الكاميرات اللي في ال 54؟ بص كهاردوير هي نفس الكاميرات اللي كانت موجودة في ال 54. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل، والكاميرا الألترايد 12 ميجا بكسل، والكاميرا الماكرو 5 ميجا بكسل. ولكن حصل تطور طفيف على العدسات كسوفت وير، إن الصور اللي تلقطها التعديل عليها، او بمعنى اصح الايديت اللي بيحصل عليها من السوفت وير بقى افضل شويه من الاي 54. تجربه الكاميرات كلكم شفتوها اصلا من الاي 54 كانت معتدله جدا، ففي الاي 55 تجربه التصوير برضو ممتازه ما تختلفش كتير عن الاي 54، والجهاز برضو بيصور لحد 4K 30 فريم في الثانيه. والعدسه الاماميه برضو هي نفس العدسه اللي كانت موجوده في الاي 54، ما اختلفتش في اي حاجه، وبرضو بتصور 4K لحد 30 فريم في الثانيه. وده طبعا اللي مش موجود في اي جهاز من الفئه المتوسطه، ان موبايل بيصور بكاميرا اماميه 4K 30 فريم في الثانيه. فبصراحه الكاميرات انا مش هتكلم عليها كتير، هي الكاميرات حلوه جدا واحنا اتكلمنا عليها في الاي 54 كتير قوي، فمش هتكلم عليها في الاي 55 كتير، لان الكاميرات فعلا حلوه، واي حد شاف فيديو الاي 54 هيعرف ان الكاميرات بتاعت الاي 55 ممتازه. وطبعا ما ننساش ان الجهاز هنا بيجي بستيريو سبيكر وصوتها حلو قوي وعالي، والجهاز برضو بيجي ببصمه تحت الشاشه مش اسرع حاجه زي الاي 54، يعتبر هي نفس البصمه ومفيش اي اختلاف. والبطاريه هنا بتيجي 5000 ملي امبير برضو زي الاي 54، ومش هقدر اقول لك على التجربه الفعليه او الجهاز بيقعد قد ايه او ما بيقعدش قد ايه، لان الجهاز لسه ما نزلش بشكل رسمي في مصر، ولسه ما جربتوش استخدام كامل طول اليوم وافضل بقى اجربه واشوف البطاريه هيحصل فيها ايه. لسه الجهاز ما اتجربش كتير، فلما الجهاز ينزل بشكل رسمي في مصر واجربه لفترات طويله، فترات اطول من كده بكتير، فاقدر اقول لكم البطاريه ايه اخبارها. ولكن كل المؤشرات بتقول ان هي زيها زي الاي 54، وبطاريه حلوه ما فيهاش مشاكل. وخليني بقى في النهايه اقول لك على حاجه بسيطه قوي، الاي 54 كان موبايل فئه متوسطه صريح، اما الاي 55 فهو موبايل فئه متوسطه ولكن مش صريح، لان الجهاز هنا بيجي بخامات اعلى في الفئه، فالجهاز ده تحسه بديل للسامسونج اف اي اللي كانت سامسونج بتنزله، ولكن بمواصفات اقل شويه كمعالج وككاميرات والكلام ده كله. فانا بصراحه شايف ان الاي 55 صفقه ممتازه ومن افضل الاجهزه اللي ممكن تشتريها في الفئه السعريه دي. فنستنى لما ينزل في مصر بشكل رسمي ونشوف التسعير بتاعه هيفضل زي ما هو 19 ونص 20 في الحدود دي، ولا هيزيد شويه ولا هيقل شويه.
وساعتها هنقدر نقرر الجهاز ده فعلا نروح نشتريه واحنا مغمضين ولا في بديل تاني افضل. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب على القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في بعض، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وليك انستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.